يا أهلا يا أهلا، حلقة جديدة وبودكاست حياة بدون ألم. الحلقة بقى النهاردة لكل الستات والبنات. مين فينا مش بتعاني من آلام الإيدين اللي بنستخدمها في كل حاجة، وآلام الكوع، ومش بتبقي عارفة هي دي مشكلتها إيه؟ هل شغل البيت الكتير؟ هل علشان إحنا فعلا كستات بنستخدم إيدينا كتير؟ ولا المشكلة فعلا تستدعي إن إحنا نروح للدكتور؟ طبعا انتوا عارفين دايما المبدأ بتاعي ان اسهل الطريق المستقيم، انك لما تحسي بتعب لازم تروحي للدكتور. هل تعرفي ان علاج آلام الكوع والايدين واختناق الاعصاب، ان نمرة واحد تروحي لدكتور علاج الألم، هو ده اللي هيساعدك فعلا في التخلص من آلام الكوع والايدين. والنهارده منورنا كالعاده، وربنا ما يقطع لناش عاده، استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري اول علاج الالم. يا دكتور مساء الخيرات، صباح الخيرات، انت منورنا في كل وقت. تسلمي، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا احنا الستات بنعاني من على طول الام ايدينا. على طول ايديا بتوجعني، ايديا منفخه، مش قادره اقوم من النوم الاقي الدبله زنقه على صوابعي، ما ببقاش عارفه المشكله فين بالظبط. ايه الموضوع وازاي نحله؟ والست لما تحس بده تعمل ايه؟ تمام، هو احنا عندنا زي ما حضرتك قلتي آلام الكوع وآلام الإيد. هنبدأ من الإيد. الإيد بيبقى عندنا في عصبين مهمين فيها. العصب اللي هو الأوسطي ده بيعدي جوه الإيد بين عظمتين موجودين في الإيد، فبيحصل له اختناق في المنطقة دي. الاختناق ده بيعمل مشاكل كتيرة جدا. بيعمل تنميل في الثلاث صوابع، الإبهام والصابعين اللي جنبه، السبابة والصابع الأوسطي. بيعمل تنميل، بيعمل ضمور في بعض العضلات بتاعه الايد. تيجي المريضه او الانسان يجي يشيل الحاجه ممكن تقع من ايده، يجي يكتب ما يقدرش يكتب بسهوله. تنميل الكهرباء دايما في الايد لها اختبارات معينه احنا بنشوفها مع رسم العصب اللي بنعمله للمريض، فنشوف العصب ده مخنوق. طيب ايه الحل؟ زمان كنا بنعمل له عمليه الاول، بندي علاج تحفظي. المريض ما تحسنش نعمل عمليه. العمليه دي بنفك الاختناق اللي موجود حوالين العصب ده. طيب دلوقتي هل ما فيش حلول؟ لا طبعا في حلول اسهل وابسط بكتير جدا من العمليه. اكيد، لان اصلا قصه دخول اوضه العمليات دي في حد ذاتها تخض. يعني انت لما بتبقى رايح لدكتور ويقول لك عمليات بتلاقي نفسك رجعت. عشان كده احنا بنطمنهم في بودكاست حياه بلا الم او بدون الم ان في حلول كتيره جدا بعيده عن اوضه العمليات. بالظبط، مظبوط. احنا بنعمل ايه؟ بنشوف عن طريق السونار العصب وبنشوفه وهو مخنوق، وبنيجي بابره رفيعه جدا، ابره انسولين حوالين العصب، نسلك العصب ده عن طريق حقن مواد تفك الالتصاقات وتبعد العصب ده عن الضغط اللي موجود عليه. ففي ساعتها على طول بعد يومين او 3 المريض بيبدا يحس ان التنميل والكهرباء اللي في ايده بدات تروح. بيبدا نديله علاج طبيعي للعضلات بتاعه الايد عشان تقوي العضلات بتاعه الايد ما يحسش باي الم. وبيبدا التنميل والكهرباء من 3 يوم زي ما قلت لحضرتك بيبدا يقل شويه بشويه لحد بعد اسبوع او 10 ايام بيختفي تمام. والمريض بيبدا يمشي على شويه ادويه بس للاعصاب عشان تزود الدم اللي رايح للايد وتقلل الضغط اللي كان موجود على العصب ده، والمريض يبدا يتعافى. دي اول حاجه. تاني حاجه في اختناق العصب الزندي. العصب الزندي ده بياخد الصباعين التانيين اللي هو الخنصر والبنصر اللي جنب بعض بالزبط. ده بيبقى فيهم تنميل، بيبقى فيهم كهرباء عن طريق اختناق برضو العصب اللي موجود. والتورم ده بقى اللي بيبان في الدبله فعلا، انها تقوم تلاقي ان الدبله زنقه، الخاتم زانق، بتبقى باينه جدا جدا في اي وقت. بالظبط، ما هي زي ما هي زنقه على الصوابع بتبقى زنقه على العصب طبعا. فالعصب بيبقى فيه تنميل وبيبقى ده الم شديد، يعني بيبقى تنميل جامد، الصوابع كلها منمله والمريض بيصحى من النوم منمل صوابعه منمله، مش قادر يحركهم، مش قادر يضغط عليهم، اي لمسه لهم بكهرباء وتنميل. احنا برضو بنشوف العصب بالسونار، بنحقن حوالين سلكه والمريض بيتحسن على طول. من 3 يوم بيبدا التحسن يبان. ولو عمل رسم عصب بعد شهر او حاجه بنلاقي ان العصب بقى الحركه فيه كويسه، نقل الاشاره العصبيه فيه ممتازه، الاختناق اللي موجود اختفى تمام. هل ده زي ما حضرتك تقول ان ده ممكن يغنيني عن اي عمليه؟ مظبوط يا فندم. تمام. طيب بناخد معاه علاج تحفظي زي مثلا فيتامين بي، الحاجات اللي هي متعارف عليها علشان الاعصاب الطرفيه؟ بالظبط، بناخد لازم فيتامين بي، والمريض بيمشي عليه لمده شهر او شهرين بعد الحقن عشان خاطر العصب قعد فتره مضغوط. يعني المريض بيجي مثلا بقاله 6 شهور، بقاله 3 شهور، بقاله ففي ضغط على العصب، فانا بدي حاجه منبهه للعصب عشان العصب يرجع تاني لطبيعته. تمام. عيان السكر تمام، اللي ساعات مشكلته دايما في الاعصاب الطرفيه، ده يعتبر حل امن بالنسبه له؟ طبعا
طبعا ده حل آمن. ودلوقتي احنا بنحقن حاجات تانية بتزود الدم اللي رايح للأطراف وبتقلل المشكلة بتاعت مريض السكر، واحنا هنتكلم يمكن باستفاضة عن في المريض السكري. طبعا اللي هو ده لوحده ده، بس علشان يعني الناس دايما بتبقى عيان السكر فعلا بيعاني دايما من الاعصاب الطرفيه ومشاكل الاعصاب الطرفيه. هو عيان السكر بيعاني من مشكلتين، مشكله الايد ومشكله القدم. يعني الكف الايد وكف القدم، ده نتيجه ان الدم اللي رايح للاطراف بيبقى قليل، فبيبقى في دي حاجه زي اسكيميك بين، زي المشكله في الدم اللي رايح للاعصاب اللي بتغذي الاطراف بالظبط، فبيبقى حاسس بالم شديد. فبنبدا نتعامل معاها بحيث ان هو يزيد كميه الدم اللي رايحه للاطراف فالالم يقل. الالم بقى لما بيمتد من الايد لحد الكوع ده يبقى الحل فيه ايه؟ الحل فيه عن طريق برضو الحقن. احنا بنحقن فبنفك الألم ده. وجسم الإنسان على فكرة يعني حساس جدا للألم. لو في ألم بسيط المخ على طول بيستجيب له وبيبدأ يدي إشارات عصبية للمريض إن في مشكلة عندك عشان خاطر هو يروح للطبيب. احنا برضو دايما ما بنروحش للدكتور غير لما يكون عندنا ألم. لا كمان لما يكون عندنا ألم، يعني دي الإشارة اللي بتخليني أروح للدكتور. لو ما فيش ألم أنا ممكن ما أخدش بالي أو ممكن ما انتبهش. يعني إيه الحاجة اللي تخليني لا أنا لازم أروح للدكتور دلوقتي؟ الألم الشديد اللي ما بيستجيبش للعلاجات. العلاجات البسيطة مش العلاجات الجامدة، لأن أنا ممكن أخد أدوية جامدة جدا تضيع الألم بس تأثر مؤقت وبعد كده بتأثر على الكبد، بتأثر على الكلى، بتأثر على المعدة، بتأثر على القلب. دلوقتي الضغط يعلى. مظبوط. القلب دلوقتي كمان اكتشفوا إن المسكنات دي بتأثر لها تأثير جامد جدا على القلب. طبعا بالظبط كده. طيب هل ده بيرجع؟ يعني أنا النهاردة رحت مثلا عملت علاج للألم بأي طريقة طبعا من الطرق اللي حضرتك بتقول عليها، هل بترجع تاني بعد فترة؟ في احتماليه في بعض الحالات انها ترجع، بس الحالات دي مش كتير. يعني في 30 ل 40% ان احنا بنحتاج حقنه تانية بعد 6 شهور او بعد سنه. في بعض الحالات اللي فيه اختناق في العصب، بس دي زي ما بقول لحضرتك نسبتها بسيطه جدا، من 30 ل 40% من الحالات اللي حقن. لكن في عندنا 60 او 70% ما بتحتاجش غير حقنه واحده. تمام. اشهر بقى حد الستات ولا الرجال؟ لا الستات طبعا اكتر. الستات اكتر؟ لا اختناق الاعصاب في الايد في الستات طبعا اكتر بكتير. ايه سببه يعني؟ سببه ان هي دايما بتشتغل الفاين تاتش. هي دايما الست دايما يا اما بتشتغل مثلا في البيت بحاجات بسيطه، الراجل دايما بيشتغل بايده وبعضلاته. يعني لكن الكتابه ممكن تعمل كده؟ طبعا. يعني لو حد مثلا شغلانته بيكتب كتير ممكن الكتابه يعمل. فتره طويله بتعمل كده. الكتابه على الآلة الكاتبه برضو بتعمل كده. شغل البيت نفسه محتاج فاين تاتش، محتاج تعامل يعني مش بحاجه قويه جدا، فكل ده بيأثر على الاعصاب اللي هي الطرفيه طبعا. يعني اللايف ستايل اساسي في كل صحتنا العامه. يعني روتين حياتك انت بتعمل ايه ده بيأثر علينا بالسلب او بالايجاب. طب انا اقدر اعمل ايه كست بيت؟ مش هستخدم ايديا ازاي؟ ما هو انا حاسه دلوقتي بالالم، ايديا بتوجعني، بيوصل لمرحله ان الالم بيخلي ايديا تترعش، فانا ما بقدرش حتى ان انا اتمالك ان انا اعمل الحاجه اللي انا بعملها. الم بيمتد للكوع، ممكن يوصل لحد فوق ان انا خلاص دراعي ده كده بقى واقف عليا. يعني في ست ممكن تقوم من النوم، يعني المفترض انا داخله بنام علشان اقوم مرتاحه، لا ده انا بقوم بلاقي نفسي تعبانه، دراعي واقف من كتر الالم. هعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها كست بيت ما توصلنيش للمرحله اللي انا اضطر فيها لعلاج الالم؟ المحافظة على الوزن المثالي دي بتساعد جدا جدا. الأكل الصحي بيساعد جدا، لأن الأعصاب ما يعني بيوصل لها الدم الكفاية لها فما بيحصلش ألم. الرياضة مهمة جدا 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 عشان أحافظ على الأعصاب وعلى العضلات، فيوصل الدم بصفة كويسة جدا للأعصاب، ما بيحصلش أي مشكلة. ولو لا قدر الله حصل أي مشكلة أو أي ألم، يعني إحنا علاجنا علاج تداخلي بسيط سهل جدا، المريض بيتحسن على طول. معظمه بيتعمل عندنا في العيادة، ما بنحتاجش المستشفى غير في بعض الأمور، فالدنيا سهلة حتى لو المريض حصل له كده. وزي ما قلت لحضرتك من المريض ما بيحتاجش أكتر من حقنة، هي حقنة أو أكتر بالكتير، يعني بيتعالج المريض وبيتحسن. هل الحقنة دي بتبقى في كذا مكان؟ يعني أنا مثلا عندي مشكلة ممكن تحقني في إيدي، في الكوع، في الكتف في نفس الجلسة، ولا هي حقنة واحدة بتبقى بتاخد المنطقة كلها؟ لا هي غالبا حقنة واحدة بتبقى في المنطقة اللي هي أكثر ألما، لأن هي دي بتبقى التريجر اللي بتعمل الألم. وبعد كده الأماكن التانية بتبقى أماكن زي ريفيرد بين، يعني بين ألم عرضي أو ألم مصاحب. مجرد إن الألم الأساسي يتحسن، الألم المصاحب ده بيختفي. تمام. يعني إحنا بنطمن الستات وبنقول لكم ما تخافوش، مش كل حاجة تجروا تاخدوا مسكنات، مش كل حاجة تقولوا أصلا أنا هضطر أعمل عملية. لا، إحنا حريصين جدا في بودكاست حياة بدون ألم إن إحنا نجيب لكم الحل لحد عندكم. وما شاء الله يعني أستاذ دكتور عمرو عبد اللطيف حضرتك بتطمنهم وتقول لهم ده علاج محدود من خلال العيادة بالزبط. يعني إحنا
مش هنضطر ان احنا ندخل اوضه عمليات، وده اللي بيرعب طبعا اي حد. وحضرتك حتى اثرت فكره انه الروتين الحياه، الاكل الصحي، البعد عن كل ما هو ضار، وده دايما احنا بنقوله هو بينعكس على صحتنا في الاساس. مظبوط. تمام. طيب انا عايزه برضو نصيحه كده نهائيه. مش كل الناس بتقدر تمارس رياضه، مش كل الناس عندها رفاهيه ان هي تنزل تعمل رياضه. في ناس على فكره زياده الوزن بيبقى مش بمزاجها، في ناس عندها زياده الوزن دي حاجه مرضيه مثلا، وراثيه، جينيه، اي حاجه. ايه اللي انا اقدر اعمله حتى ولو تمرينات بسيطه في البيت حضرتك تنصحهم بيها، لو موجوده حتى يوتيوب او كده يقدروا يعملوها، بحيث ان هم يقووا الاعصاب، ما يوصلوش يزودوا تدفق الدم مثلا للشعيرات الدمويه؟ طبعا حضرتك اهل خبره عني تقدر تنصحهم. ربنا يخليكي. هو طبعا احنا التمرينات الرياضيه اللي بتتعمل في البيت دي مهمه جدا، واحنا بنديها للمرضى بتوعنا عشان خاطر المهم ان هو يمارسها. هو احنا طبيعه الحياه دلوقتي بقى الانسان بيعتمد على العربيه، بيركب العربيه بيروح وبيجي، فما بيتحركش كتير. فزمان كان في حركه كتير، ما كانش في عربيات، ما كان اي واحد عشان يروح شغله لازم يتحرك فتره طويله. دلوقتي ما فيش حركه، ما فيش يعني التكنولوجيا جت ضدنا. بالظبط، التطور جه ضدنا. لا، ما هو مش ضدنا ولا حاجه، احنا ممكن نعمل رياضه او نعمل تمرينات بسيطه ونستخدم التكنولوجيا. يعني ده ما يمنعش. احنا التكنولوجيا فادتنا في حاجات معينه، ما ناخدش الاضرار بتاعتها، ناخد بقى المميزات بتاعتها ونسيب الاضرار. ان احنا نعمل رياضه، نعمل تمرينات سويدي كفايه جدا جدا ان انا اعمل كل يوم الصبح 10 دقائق او ربع ساعه قبل ما اروح شغلي. دي بتفرق معايا جدا، بس اواظب عليها. حضرتك يعني بتسهل لنا كل حاجه وتبسط لنا كل حاجه، وزي ما انتم شفتوا مفيش حاجه ملهاش حل مع استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف. وزي ما قلنا لكم اقصر طريق الطريق المستقيم، وفي بودكاست حياه بدون الم هنلاقي حل لاي الم بتواجهيه. استنونا وحلقه جديده وبودكاست حياه بدون الم.